قصتنا بتبدأ مع فلاح فقير وسط قرية بسيطة. الفلاح لقى طفل صغير موجود قدام باب البيت وما كانش يعرف أهله فين، فأخده ورباه مع زوجته كأنه ابنه بالظبط، لأنه ما كانش عنده أولاد، وسمى الطفل كياو فينج. فينج من صغره كان شاب نشيط وبيحب يلعب رياضة، عشان كده الفلاح وداه مدرسة الشاولين من أجل تعلم الفنون القتالية. وبعد سنين طويلة فينج كبر وبقى مراهق، لكنه كان بيقع في مشاكل بسبب هجومه على قطاع الطرق. وهنا بنعرف إن فينج شغال مع مجموعة مقاتلين اسمهم عصابة التنين الأحمر. عصابة التنين شباب جدعان بيساعدوا الضعفاء والمساكين، ومع الوقت فينج كبر وبقى هو قائدهم بسبب شجاعته وقوته الرهيبة. وفي يوم من الأيام في معلم من رهبان الشاولين اسمه توبو دخل المدينة هو وأتباعه، وكان معاهم صندوق متغطي بوشاح ضخم. بعد كده قعد في المطعم عشان يستريح من السفر، وهنا بنعرف إن فينج موجود في نفس المطعم ولمح الصندوق اللي مع الراهب، فاستخدم العصيان الخشبية اللي بياكل بيها وكشف الوشاح الموجود على الصندوق وأظهر إن في شاب جواه. في البداية فينج راح عشان يتكلم مع الراهب توبو وسأل هو حابس الشاب ليه، فتوبو عرفه انه كان واحد من رهبان الشاولين لكنه خالف الأوامر، عشان كده اتسجن في القفص. ففينج اتعصب بشدة وأمره يخرج الشاب لأنه ما يستحقش السجن، ده غير انه هدده بالقتل لو ما عملش الأوامر. طبعا توبو اتعصب وأمر أتباعه يبدأوا بالهجوم، وهنا فينج أظهر قوته الخرافية وتصدى للرهبان بسهولة مع انه كان قاعد على الكرسي. ولما الرهبان حسوا باليأس أخدوا أسلحتهم وقتلوا بشراسة، لكن فينج كان مستعد ليهم واستخدم عصايته الخشبية عشان يدافع عن نفسه. في البداية الرهبان قتلوا بكل ما عندهم واستخدموا خبرتهم بالفنون القتالية لأنهم اتدربوا من صغرهم على الكونج فو، لكن بدون فايدة لأن فينج مسكهم طحنهم ومسح بيهم الأرض واحد ورا واحد بدون أي مشاكل، لحد ما توبو فقد أعصابه وقرر ينضم للقتال بنفسه. توبو يعتبر واحد من أقوى رهبان الشاولين في المدينة، ومن أول هجوم على فينج بتظهر قوته الحقيقية، لكن مع الوقت فينج درس نقط ضعفه وقدر إنه يسيطر عليه بصعوبة. فتوبو استخدم تقنية اليد النارية. التقنية دي بتحول الإيد لشعلة ملتهبة بتدمر أي حاجة بطريقها، وقدر إنه يأذي فينج بشكل كبير وكسر المطعم بالكامل. أول ما توبو افتكر إنه هيكسب القتال، فجأة فينج أظهر قوته الحقيقية واستخدم أسلوب قبضة الإعصار. الأسلوب ده صنع تيار هوائي رهيب حوالين جسم فينج وطير توبو في الهواء لحد ما خبط في الحيطة وخسر القتال. بس الغريبة إن فينج مرضيش يخلص عليه مع إن عصابة التنين حضرت لمساعدته، فتوبو عرف إن فينج راجل طيب واعتذر لأنه هاجمه من البداية. بعد ما فينج انتصر على توبو أخد أتباعه من عصابة التنين وانطلق وسط الغابة لساعات طويلة لحد ما وصل لمخبأه السري، وهناك فينج سلم على كبراء عصابة التنين ودول يبقوا أقدم المقاتلين في العصابة. لكن فجأة واحد من الكبراء اسمه المعلم بي اتهم فينج بالخيانة. طبعا الكل اتعجبوا لأن فينج هو القائد ومعروف بطيبته وقوته، لكن المعلم بي قال إن فينج قتل ما وده يبقى مقاتل مخلص في عصابة التنين. ده غير إن صوفي زوجة ما ظهرت وقالت إن جوزها كتب جواب قبل ما يموت بيقول فيه إن فينج بيكرهه وممكن يقتله. حتى المعلم بي قرأ الجواب بصوت عالي عشان أفراد عصابة التنين يسمعوه، وهنا الكل انقلبوا على فينج بعد ما كانوا بيحبوه وقرروا يعدموه بسبب الخيانة. بس فجأة المعلم زو ظهر وده يبقى أكبر واحد في العصابة، وقال إن فينج معروف بولائه ومستحيل يكون خاين. لكن الكبراء رفضوا يسمعوا كلام المعلم زو وقال إنهم لازم يعاقبوا فينج ب5 طعنات في جسمه ولازم يطردوه من عصابة التنين تماما. ففينج أخد خنجر وطعن نفسه بإيده. بعد كده قال إنه مستحيل يخون عصابة التنين، وقال إنه هيظهر براءته مهما كان التمن وهيعرف مين اللي قتل ما ووقعه في المشكلة دي. بعد كده خرج من مخبأ العصابة وانطلق بطريقه عشان يثبت إنه بريء. وهنا بنعرف إن مورونج كان بيراقب كل اللي بيحصل. مورونج شاب غني بيحقد على فينج، وهو وأتباعه يبقوا هما اللي دبروا المصيبة دي لفينج عشان يخرج من عصابة التنين، وبكده العصابة هتبقى ضعيفة ومورونج هيسيطر على المدينة بسهولة. بالليل وسط المدينة فينج قعد مع نفسه في حزن وبدأ يفكر ازاي هيثبت براءته. واول ما الشمس طلعت رجع لبيته عشان يزور الفلاح اللي رباه من صغره، لكنه اول ما دخل البيت اكتشف
اكتشف ان الفلاح اتقتل هو وزوجته، فحس بصدمة شديدة. ده غير ان في 2 رهبان لمحوا فينج بالصدفة وافتكروا ان هو اللي قتل الفلاح وزوجته، ففينج وقع عليهم السقف عشان يثبتهم بمكانهم والا هيجروا ويبلغوا كل الناس في المدينة. بعد كده انطلق للغابة ودفن الفلاح وزوجته في حزن. بالليل في مجموعة رهبان راحوا عشان يقابلوا المعلم كو. المعلم كو يبقى هو رئيس مدرسة الشاولين بالمدينة، وهو اللي درب فينج من صغره، لكنه ما كانش قادر يتكلم مع الرهبان بسبب مرضه الشديد وطلب منهم يسيبوه لوحده. بعد ما الرهبان مشيوا وتركوا المعلم كو، فجأة فينج ظهر وراح عشان يتكلم معاه ويحكي له على المشاكل اللي حصلت له. بس المصيبة ان المعلم كو مات لانه اتسمم. ده غير ان في واحد من الرهبان شاف فينج من بعيد وقال لكل الناس انه قتل المعلم، وبكده فينج بقى مطلوب من البوليس لان الناس فاكرين انه قتل ماء والفلاح وزوجته والمعلم كو، لكنه رفض يقاتل وهرب في ظلام الليل. بعد كده راقب المكان في صمت لحد ما اكتشف ان في واحد من الرهبان عايز يسرق مخطوطة الفنون القتالية السرية وقبض عليه، فالراهب نادى على باقي اصدقائه. طبعا فينج حاول يظهر ان الراهب حرامي لكن بدون فايدة، وواحد من المعلمين هاجمه بتقنية سرية وقعت الحرامي في الارض، وكشفت انه بنت لابسه قناع ومتنكره. اول ما فينج شاف اللي حصل ما كانش مصدق عينيه واخد البنت وهرب بيها من رهبان الشاولين اللي هاجموه بشراسه ملهاش مثيل تحت الامطار لانهم فاكرين انه قتل معلمهم. بعد ما فينج انقذ البنت استخدم تقنيه كونج فو سريه عشان يعالج جروحها، وسالها هي كانت عايزه تسرق المخطوطه السريه ليه، فالبنت قالت ان اسمها آشو وكانت عايزه تسرق المخطوطه وتبيعها لانها فقيره ومحتاجه تاكل ابوها وامها. ففينج سابها تعيش وانطلق بطريقه لانه طيب وما بيأذيش الابرياء. ده غير انه فتش المدينة كلها لحد ما جاب لآشو اكل وهدوم عشان تدفي نفسها من البرد. تاني يوم الصبح في 3 فلاحين بدأوا يتكلموا عن فينج وقال انه قتل صديقه ماء ووالده ووالدته والمعلم كو. فآشو سمعتهم بالصدفة وحست بالقلق لانها افتكرت ان فينج ممكن يقتلها، ولما راحت عشان تكلمه اتفاجئت انه قفز من المبنى وانطلق باقصى سرعته. وهنا بنعرف ان فينج كان بيراقب الحراس عشان يتأكد انه يقدر يخرج من المدينة، ورجع لآشو من جديد وقال لها ما تقلقش لانه مش هيأذيها، وعرفها انه لازم ياخدها للدكتور سيو عشان يعالج جروحها لان تقنياته السرية بتأخر المرض ومش بتوقفه. طبعا آشو اتفاجئت من طيبة فينج لانها كانت فاكراه قاتل عديم الرحمة. ده غير انها اتصدمت لما شافته بيولع النار باستخدام مهاراته بالكونج فو، ولما كانت بتتكلم معاه قالت انها شغالة خادمة عند شاب غني، وللأسف فينج ما كانش يعرف انها جاسوسة المورونج، وده هو نفس الشخص اللي تسبب في كل مشاكله. فينج عامل آشو بكل احترام وخلاها تنام في العربية الخشبية وهو نام على الارض لحد ما الليل دخل وقعد يتأمل مع نفسه. لكن فجأة آشو صحيت من النوم وسألته هو هيعمل ايه بعد ما يوصلها للدكتور سيو، ففينج قال انه لازم يثبت براءته ويرجع لعصابة التنين الاحمر من جديد. بعد كده لازم يعرف مين هم ابوه وامه لان الفلاح وزوجته ربوه من صغره ومش هم والده ووالدته الحقيقيين. بس فجأة وسط الكلام لما آشو كانت بتسمع قصة حياة فينج وبتشكره على طيبته وقعت على الارض بدون سابق انذار، وفينج حاول يستخدم تقنيته السرية عشان يفوقها لكن بدون فايدة، وعرف ان الحل الوحيد لانقاذها هو انه يوصلها للدكتور سيو باسرع وقت. في الوقت ده عصابة التنين ورهبان الشاولين اتحدوا مع ضباط المدينة وقرروا انهم يقبضوا على فينج بأي شكل بسبب الجرائم اللي عملها. ولما الجميع كانوا بيحتفلوا مع بعض فجأة واحد من الحراس لمح فينج جاي من بعيد فجري بأقصى سرعته وراح لقادة عصابة التنين عشان يبلغهم باللي شافه، فالكل حسوا بالرعب واستعدوا للقتال. في البداية فينج دخل المبنى في صمت وهو شايل آشو، بعد كده قال انها مريضة ولازم الدكتور سيو يعالجها بأسرع وقت. فكبراء عصابة التنين قالوا لفينج انهم مستحيل يساعدوه بعد الجرائم اللي عملها، حتى زوجة ما قالت انه قتل جوزها ولازم يتعاقب على افعاله. وهنا الدكتور سيو ظهر بنفسه وخلى الجميع يسكتوا، بعد كده قال انهم لازم يتركوا خلافاتهم على جنب والا آشو المسكينة هتموت من المرض. حتى فينج قال انه هيقف عشان يتحاكم ومش هيهرب بشرط ان آشو تتعالج. في النهاية كبراء عصابة التنين وافقوا على طلب فينج وآشو راحت للعلاج تحت ايد الدكتور سيو مع انها كانت قلقانة على فينج، لكنه طمنها وقال لها انه هيكون
يكون بأمان. وهنا كبراء العصابة قالوا ان الوقت جه عشان فينج يتحاسب على افعاله. ففينج قال انه عمره ما قتل اي حد ظلم، لكنه عارف انهم مش هيصدقوه مهما عمل. بعد كده طلب منهم يفتكروا كل افعاله الطيبة قبل ما يبدأوا القتال. وهنا صوفي افتكرت ان فينج كان صديق جوزها العزيز، اما الرهبان افتكروا انه اتدرب معاهم طول حياته وكان شاب جدع. وكبراء عصابة التنين افتكروا كل الاعمال البطولية اللي عملها في حياته وازاي كان بيساعد الضعفاء. بعد كده فينج قال لهم وقت القتال جه ولازم يحلوا الخلافات اللي ما بينهم باي شكل، ووجه الضربة الاولى. من بداية المعركة عصابة التنين والضباط والرهبان اتلموا على فينج عشان يقتلوه، لكن بدون فايدة لانه كان بيتحرك اسرع من البرق، ومهما حاولوا انهم يثبتوه في مكانه ما كانوش قادرين. ده غير انه اخد سيف حاد وبدأ يشرح اي حد يقف بطريقه، وسيطر على اعدائه مع انهم كانوا اكتر منه في العدد. لكن فجأة واحد من الرهبان اتحداه وش لوش. الراهب ده كان قوي جدا وقرب يهزم فينج اكتر من مرة، لكن فينج يعرف كل اسراره لانه اتدرب معاه سنين طويلة واستخدم نقط ضعفه عشان يهزمه بصعوبة. وهنا كبراء عصابة التنين استغلوا تعب فينج والاربعة استدرجوه لخارج المبنى عشان يتلموا عليه ويهزموه، فاضطر انه يستخدم قبضة الاعصار وعمل تيار هوا رهيب دمر كبراء عصابة التنين. بعد كده اتفاجئ بجيش كبير من الضباط حاصروه من كل اتجاه وحاولوا يتلموا عليه ويمنعوا عنه الرؤية عشان يغفلوه، لكن خطتهم فشلت وفينج رجع من جديد. اما اشو حست بالقلق وحاولت تنقذه مع انها كانت مريضة، فافراد العصابة استغلوا الموقف واخدوها رهينة بمساعدة صوفي عشان يهددوا فينج بيها ويجبروه يستسلم. للأسف فينج فقد التركيز لما عرف ان اشو ممكن تتأذي، حتى الدكتور سيو غفله وطعنه بخنجر مسموم وهو مش واخد باله. في النهاية فينج وقع على الارض وما بقاش قادر يقاتل، واشو راحت عشان تطمن عليه، لكنه وقف من جديد وحاول يستخدم قبضة الاعصار بس بدون فايدة لان اصاباته دمرت جسمه بالكامل واعصابه اصبحت ضعيفة. طبعا كبراء عصابة التنين استغلوا الفرصة وهجموا على فينج هم واتباعهم، وقدروا انهم يتلموا عليه زي الكلاب وكانوا هيقتلوه بأسلحتهم، لكن فجأة سقف المبنى وقع عليهم. وهنا في مقاتل ملثم ظهر بدون سابق انذار واخد فينج وهرب بيه من المكان بسرعة البرق. بعد ما المقاتل الملثم انقذ فينج، صوفي حس بالغضب وكانت هتقتل اشو، فالدكتور سيو قال انه هيعالجها لانها مسكينة وما تستحقش الموت. في الوقت ده مورونج جمع اتباعه وقال انه لازم ينفذ خطته لان فينج بقى ضعيف وكل اصدقائه انقلبوا عليه. اما فينج اتعالج من الراجل الملثم، واول ما فاق سأله هو ساعده ليه، فالراجل الملثم قال انه كان صديق والده الحقيقي وعرفه انه لازم يرجع المدينة بأقرب وقت لان في شر كبير عايز يسيطر على كل حاجة. ولما فينج حاول يسأل الملثم عن والده ووالدته الحقيقيين قفز واختفى من المكان بسرعة البرق. وهنا بنعرف ان اشو خفت من مرضها لان الدكتور سيو عالجها، فاستخدمت مهاراتها المتميزة بالتنكر واقنعت الحراس انها الدكتور سيو وانها متصابة بشدة. ولما الدكتور الحقيقي ظهر طعنته في بطنه وولعت في مختبره عشان ما يعرفش يعالج نفسه وهربت من المكان. بعد فترة قصيرة فينج رجع لمخبأه لانه كان بيدور على اشو، وهناك مورونج فاجئه ووقف قصاده وش لوش. في البداية مورونج طلب من فينج يتحد معاه عشان يدمروا عصابة التنين ويسيطروا على المدينة كلها، ففينج رفض ومورونج حس بغضب شديد، عشان كده عرف فينج ان هو اللي وقعه في المشاكل دي كلها. ففينج اتعصب وفضل يجري وراه، وفي وسط الطريق بنعرف ان في مجموعة جنود فاسدين كانوا واخدين ناس فقراء رهينة، ولما اتضايقوا منهم بدأوا يخلصوا عليهم بدم بارد. بس من حسن الحظ فينج ظهر على اخر لحظة وانتقم من الحراس على افعالهم. اما مورونج كان بيراقب كل اللي بيحصل وبيخطط عشان ينهي حياة فينج تماما. تاني يوم الصبح فينج قعد يتأمل مع نفسه وسط الغابة وحس بسعادة كبيرة لما لقى اشو جاية على حصانها. في البداية اشو فرحت بشدة لما اكتشفت ان فينج لسه حي لانها افتكرت انه مات، وفينج رحب بيها. بعد كده قال انه عايز يتجوزها ويعيشوا مع بعض لانه هيترك المدينة وهيبعد عن المشاكل دي كلها. بالليل بي وده واحد من كبراء عصابة التنين راح عشان يقابل صوفي، ومن كلامهم مع بعض بنعرف ان بي ساعد صوفي في قتل جوزها ما عشان يورثوا كل فلوسه، واقنعوا الناس ان فينج هو اللي قتله. تاني يوم الصبح
فينج وآشو كانوا في مركب وسط النهر، ولما كانوا منطلقين بطريقهم شافوا بنت شابة اسمها زي وهي بتقاتل والدتها على الجسر. وهنا بنعرف ان والد البنت راجل غني اسمه دوان، وبعد ما بنته انهت التدريب مع والدتها حاول يكلمها لكنها كانت غضبانة منه لانه بيدربها من صغرها غصبا عنها عشان تبقى محاربة قوية، وحاولت تقتله بس من حسن الحظ فينج انقذه على اخر لحظة. فدوان شكره وقال انه هيستضيفه في بيته لايام طويلة لانه انقذ حياته من بنته زي. تاني يوم الصبح دوان اطمن ان بنته بخير وعالج جروحها، لكن زوجته كانت غضبانة منه بسبب افعاله لانه ما بيهتمش بزي وخلاها تكرهه. وفي وسط الكلام ما بين دوان وزوجته بنكتشف انه شغال عند مورونج وكان بيخطط انه يخلص على فينج عشان ياخد مبلغ مالي كبير. وهنا بنعرف ان آشو بتراقب كل اللي بيحصل، لكن فجأة زي فاقت من الغيبوبة واتخانقت مع والدها، بعد كده هربت من البيت. لما دوان كان بيطارد بنته هو وزوجته اكتشفوا ان آشو بتتجسس عليهم، فآشو قالت انها بتتجول في البيت وما سمعتش اي حاجة من كلامهم. بالليل آشو حكت لفينج كل اللي سمعته بالتفصيل، لكنها طلبت منه ما يقتلش دوان لان الانتقام مش هيفيده. بس للاسف الغضب اعمى فينج وانطلق عشان يقتل دوان، واول ما وصل له استخدم قبضة الاعصار المميتة عشان يخلص عليه. وهنا بتظهر المفاجأة وبنعرف ان آشو اتنكرت على شكل دوان، ولما فينج سألها هي عملت كده ليه آشو كشفت انها كانت شغالة جاسوسة عند مورونج من البداية وعرفته ان دوان يبقى والدها، لكنها رفضت تخون فينج لانها حبته. ففينج حس بحزن شديد، اما دوان وزوجته فضلوا يعيطوا على بنتهم لانها ماتت بسببهم. ودوان كشف كل مخططات مورونج السرية وعرف فينج هو موجود فين، ففينج انطلق باقصى سرعته عشان يخلص على مورونج. في البداية فينج راح لبي لان هو اللي قتل صديقه ما وطرده من عصابة التنين. طبعا بي اتصدم اول ما شاف فينج لانه كان متعصب وكسر كل حاجة بطريقه، حتى زي هي كمان ظهرت وكانت غضبانة بشدة لان اختها آشو اتقتلت بسبب خداع بي، ورشت مية نار على وش صوفي وشوهتها لانها خانت جوزها ما وقتلته غدر. قبل ما فينج يخلص على بي فجأة مورونج ظهر وامر اتباعه يقتلوا كل الناس الموجودين بالمكان وما يرحموش اي حد، فقذفوا سهامهم وقدروا يقتلوا بي وصوفي. لكن من حسن الحظ فينج وزي نجوا بحياتهم. في اول المعركة فينج قاتل اتباع مورونج وبدأ يخلص عليهم واحد ورا واحد، اما زي قررت انها تقنص مورونج بسهم مسموم لكن بدون فايدة لانه قدر يعالج نفسه باستخدام تقنية سرية. والمشكلة الاكبر ان اتباع مورونج عرفوا مكانها وحاولوا يخلصوا عليها، ففينج انطلق عشان يساعدها. فينج استخدم قوته الكاملة وقاتل مع زي عشان يدمروا اتباع مورونج مع انهم اكتر منهم في العدد. وبعد دقايق طويلة فينج وقف وش الوش قدام مورونج اخيرا وقال له الوقت جه عشان تدفع ثمن افعالك، ده غير انه فعل اسلوب قبضة الاعصار وكان هيقضي على مورونج. فمورونج الندل هرب منه واستدرجوا المكان مهجور وسط المدينة. وهنا فينج اتصدم لانه اكتشف ان كل اصدقائه في عصابة التنين اتقتلوا، فحس بحزن شديد وفقد تركيزه. اما مورونج استغل الفرصة ووجه لفينج ضربة قوية افقدته الوعي. قبل ما فينج يخسر القتال افتكر ايام زمان لما معلمه قال له اياك تخلي الغضب يسيطر عليك ويفقدك تركيزك، فاستجمع قوته من جديد وفعل اسلوب قبضة الاعصار بكامل قوته. بعد كده وجه ضربة قاضية انهت على مورونج تماما ودمرت المكان كله. فزي حيته على شجاعته وشكرته لانه ساعدها تنتقم لاختها. تاني يوم فينج انطلق وسط الغابة عشان يزور قبر آشو وقال انه خلص على مورونج وانقذ المدينة من اجل تحقيق انتقامه. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان يوصلك كل جديد واشوفكم على خير ان شاء الله.